بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. مش عايز اضحك عليك، بس بعد اعلان بيع مصطفى بالخير للنادي المصري في القلب غصة، مع احترامي الشديد يعني موضوع المصري وموضوع الجماهير مش هننسى. في حاجات كده مش هينفع انك تنساها. فقصة ان انت تبيع مصطفى بالخير للنادي المصري تحديدا هو بصراحة حاجة غريبة من قبل مجلس ادارة الاهلي، خصوصا يعني ان انت لسه من 3 4 ايام معدي لي قصه علي معلول ومررها لي ان الموضوع موضوع عاطفي درجه اولى. طب عاطفه بعاطفه طالما انت احترمت لاعب، فين الجمهور؟ طب عاطفه بعاطفه بقى طالما انت احترمت ان اللاعب قدم كتير للنادي الاهلي، طب فين الاهالي اللي انت حاططهم في حسبانك ان هم هيزعلوا لمجرد ان انت رجعت تعامل تاني مع النادي المصري؟ وليه النادي المصري تحديدا هو اللي اتباع له مصطفى بالخير؟ اصل النادي المصري هيدفع اكتر، واصل اللاعب عايز يروح هناك. يا سلام، يعني انت هنا بتشتغل بمنطق احترافي ومن 3 4 ايام كنت بتشتغل بمنطق عاطفي؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ بيلاقوا لكم تبريرات ازاي طيب؟ يعني بيلاقوا لكم تبريرات للقرارات دي ازاي؟ ما هو اللي بيحصل ده ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش ان انت تعمل حاجات وتيجي تعمل عكسها بعدها باسبوع، ومفروض ان انا اطبل لك هنا واطبل لك هنا. اطبل لك ان انت ايدت معلول علشان خاطر قرار عاطفي، بس لازم العاطفه يعني مش كل حاجه تبقى بيزنس ومصالح. وفي نفس الوقت اللي مطلوب منك انك تاخد فيه قرار عاطفي، قررت ان انت لا، اصل انا هروح لقرار مصلحه.